كل يوم كتير. علي وعلي وعلي كمان، علي وعلي وعلي كمان. انا مش جبان، انا مش جبان، انا مش جبان، انا مش جبان. يا داخلية جارة ايه، يا داخلية جارة ايه. بهية ابكي ابكي يا بهية على شهداء اسكندرية، على شهداء اسكندرية اللي قتلهم وزير داخلية، اللي قتلهم وزير داخلية. اصل الثورة هم مين؟ اصل الثورة هم مين؟ شهداء الكنيسة القديسين، شهداء كنيسة القديسين. علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت. حق اخواتنا مش هيموت، حق اخواتنا مش هيموت. يا شهيد نام وارتاح، يا شهيد نام وارتاح. وانا هعدم لك السفاح، وانا هعدم لك السفاح. فات سنتين على موت اخواتنا، فات سنتين على موت اخواتنا. ما عرفناش المسؤولين، ما عرفناش المسؤولين. مرة يقولوا حبيب العدلي، مرة يقولوا حبيب العدلي، مرة يقولوا جهاديين، مرة يقولوا جهاديين، مرة يقولوا سلفيين، مرة يقولوا سلفيين. يا اخوان يا مسلمين، يا اخوان يا مسلمين، يا اخوان يا مسلمين، يا اخوان يا مسلمين. فين الحق وفين الدين؟ فين الحق وفين الدين؟ ليه مش فاهم، ليه مش سامع؟ ليه مش فاهم، ليه مش سامع؟ الكنيسة زي الجامع، الكنيسة زي الجامع. ليه مش فاهم، ليه مش سامع؟ ليه مش فاهم، ليه مش سامع؟ عمر الابت ما يحرق جامع، عمر الابت ما يحرق جامع. بدأت المسيرة تذكرة ورثة تذكارا لحقوق الناس اللي ماتت، حقوق الشهداء. فات سنتين وما عرفناش مين الجاني، فكده في دايما الآباء بيحاسبوا على المشاريع. ده مش هيحصل تاني. احنا بنطالب بسيادة الرئيس يعمل إعادة فتح الحياة وفتح محاكمات ويطلع لي متهم واحد. ما هو مش معقولة كل جريمة تحصل الآباء بلاش متهم. لكن مذبحة بورسعيد بتاعت الأولتراس المحاكمة شغالة بقالها سنة وجابوا ناس جناه. هنا مفيش جناه خالص. ليه؟ لا مش هتفتح. عايز كان سيد بلال، عايز كان سيد بلال. كلنا مينا دانيال، كلنا مينا دانيال. مهما جرالي ومهما حصلي، مهما جرالي ومهما حصلي، عالكنيسة رايح أصلي، عالكنيسة رايح أصلي. ذكرى القديسين الثانية، وإن لحد دلوقتي ما حصلش أي جديد في القضية، ولا ظهر الجاني الفعلي، ولا حتى الحكومة أو النيابات اتحركت في إنها تعرف مين اللي كان ورا العملية دي، هل هو حبيب العدلي والنظام القديم أو جماعة الإخوان أو حركة من الجهاديين. فإحنا بنطالب بنقول إن السنة الثانية جت وما تمش تقديم أي جاني ولا حتى تحقيقات في القضية. النهارده بنطالب بفتح القضيه بتاعت كنيسه القديسين وفتح كل قضايا حصل فيها استشهاد سواء للمسيحيين او للمسلمين. يعني نفس اللي حصل في 25 يناير احنا بنطالب دلوقتي بتحقيق في قضيه 25 يناير. رئيس مرسي قال انه هيفتح التحقيقات تاني، واللي احنا شايفينه ان في براءه تاني. يعني القضايا ما بتتفتحش والناس اللي المتهمه بتاخد براءه. القديسين احنا مش شايفين متهم لغايه دلوقتي. لو حبيب العدلي هو اللي متهم فعلا لازم نشوف دلوقتي قصاص عادل في حبيب العدلي. انتوا مش بتطالب بالشريعه الاسلاميه وبتقول عايز تطبق الشريعه الاسلاميه، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب.